تؤدي إليه النيابة العامة في تقديم المتهم للمحاكمة. لكن لا أتخيل إطلاقا أن قرار محكمة الجنايات بالعدول على القرار بألا وجه يعتبر قائمة بأدلة الثبوت. فين الشهود؟ فين التحريات؟ فين مؤدى تقرير الطبيب الشرعي؟ فين ملاحظات النيابة العامة اللي اتعلمناها في انها تقدم المتهم للمحاكمة وبعد ما بتعمل أدلة الثبوت بتؤدي مؤداها وتقول ملاحظتها على أدلتها والملاحظات التي وردت في الدعوة والتي تعطي للنيابة العامة الحق في تقديم المتهم للمحاكمة. وقدامي واقع مرير، مدرسة غير هادفة للربح، مش تعليم خاص، مش مدرسة خاصة، مدرسة من منشآت مطرانية البحيرة الغير هادفة للربح. وهتجدوا حضراتكم وهقدم الأدلة إن مصروفات المدرسة الغير هادفة للربح التي يشار إليها بالبنان القاسي والداني واللي عدد طلابها بالآلاف هي مدرسة مصاريفها تقترب من مصاريف التعليم العام. وآسف في اللي هقوله، واقع الدعوة يقطع إن في حاجة غريبة. الأم لما اتسألت قالت إنها علمت بالواقعة 14 يناير، وأرجو أن لا تخني الذاكرة، بلغت الزوج تليفونيا 15 يناير، عاد الأب إلى مصر في 2 فبراير، قدمت عريضة بالإبلاغ عن الواقعة يوم 12/2. أرجو لأنه ده له دلالة، ما تفهمش أنا كمحامي بشغل دماغي إن أنت تروحي أنت وجوزك البنك يوم 7/2 تدفعي مصاريف الترم الثاني. عجب العجاب، الولد منقطع عن الدراسة من انتهاء الترم الأول في 28/12. صرحت في 14 يناير أنه تعرض لواقعة عرض ومحاولة اغتصاب. بلغت يا أبوه 15، أبوه رجع 2/2. تروح يا فندم آسف بنك الإسكان والتعمير أبوه بنفسه يدفع مصاريف الترم الثاني وياخد إيصال بنك الإسكان والتعمير يوم 7/2. هو راح 5/2 البنك، 7/2 راح المدرسة لقيد الطالب بالترم الثاني في العام الدراسي. يعني أنا القاضي الجنائي قاضي منطق وعقيدة، أنا لو لمحت أبدا ابني أو حفيدي تعرض لمجرد ملامسة، رد فعلي الطبيعي الامتناع عن تقديم الطالب للدراسة، ومش هجدد للطالب ترم تاني ومش هدفع مصاريفه وهتخذ إجراءات. آسف في اللي هقوله، من 14 يناير لديك معلومة على أقوالك إن الطفل بلغك إنه تعرض لمحاولة تحرش. تيجي يا معالي الرئيس تروحي بنك الإسكان ما بيدفعش في المدرسة، اللي بيحصل عملا في الكارما بيروح ولي الأمر يدفع في البنك، بنك الإسكان والتعمير. هتلاقوا حضراتكم مكتوب على إيصال البنك مناولة الأب. رجعت من أبو ظبي يوم 2/2 عشان تدفع المصاريف يوم 7/2 عن واقعة مراتك بلغتك في 14 يناير إن الولد تعرض لمحاولة تحرش. أي عقل وأي منطق وأي عقيدة تنتهي أن هذا هو تصرف طبيعي. ده مش كلامي، ده كلام المنطق والعقل. ثم في حديث الدعوة، وأنا آسف في اللي هقوله عشان ما أقدمش مستندات أنا مرة واحدة وهبقى أشهر. ثم في حديث الدعوة السيدة رحاب يوم 12/2/2000، السيدة رحاب يوم 12/2/2024 توجهت إلى النيابة العامة بعريضة، ده بعد حضور الزوج. ومستغرب قوي إن الأب جه 2/2 يعني في مصر ودفع المصاريف 7/2. أتصور طبيعي أن تقدم الشكوى من الولي الطبيعي، من الولي الطبيعي، لكن السيدة رحاب حملت لواء الدعوة وتوجهت إلى النيابة العامة. إيه قالت اللي قالته وأدت بأقوالها، ثم سئل الأب ثم سئل الصغير. يعني يا فندم في إيجاز دفع الحاضر مع المتهم بتناقض الدليل الفني مع الدليل القولي تناقضا يستعصي الواحد. ياسين اتسأل يا فندم يوم 13/2 من صفحة 8 بالتحيات، وآسف المحكمة قارية كل كلمة في القضية بس هو محاولة استدلال. صفحة 9 يا فندم هو حط هبت القامة بتجريدك. أيوه. كم مرة اتاك المتهم؟ كتير. هل نتج عن تلك الأفعال سمت إصابات؟ أيوه نتعورت. هل تمكن المتهم من إتمام فعلته؟ أيوه كتير. هل سمت إكراه وقع عليك؟ أيوه كان بيضرب. حديث قرع سمع المحقق أن هناك جروح وإصابات
في المنطقة الحساسة للطفل من جراء العلاج، وأن هناك إصابات من اعتداء المتهم على الطفل بالضرب تلمت بالطفل. ما تفهمش إطلاقا أن هذا التقرير الطبي وأقوال الطبيب الشرعي بخلو الأوراق وخلو الفحص عن ثمة أي إصابات ظاهرية لا قديمة ولا حديثة بالطفل. يعني أنا آسف، طفل بيقول للمحقق عورني، وبيقول للمحقق لما قاومته ضربني وعورني. افترض لما يتعرض على الطبيب الشرعي، يجي الطبيب الشرعي يقول هناك إصابات قديمة أو حديثة تتفق أو لا تتفق مع تاريخ البلاغ، لكن رجعوني وردوني. التقرير الطبيب الشرعي أشار تصريحا أنه لا توجد ثمة إصابات ظاهرة لا قديمة ولا حديثة في المجني عليه تنبئ بصحة أقواله. إزاي؟ ما بيشاع لغير المطلعين بالدعوة أصل عنده تهتك والتهتك شديد وإصابته شديدة، هذا حديث لا محل له بالإعراب ولا صدى له في الأوراق. والدكتور ياسر بركات لما اتسأل، وعايز فندم برضه السطر بس اللي عايز أقوله، الدكتور ياسر بركات لما اتسأل في التحقيقات ولما جاب تقرير صفحة فندم 58 و59 من نسخة، أنا بقول الجزء اللي يخص أنا ما بحتذقش. ولم نتبين في منطقة الجبر أي إصابية سواء قديمة أو حديثة، وبيتكلم إن ما فيش فيه إصابات، ولما اتسأل ويخلو من ثمة إصابات وإن المسألة ما فيش فيه إصابات، لو صحت أقوال ياسين وإن هناك علاج بعنف وأن هذا العلاج ترتب عليه ضرر وزي ما تقول عورني، كان مفترض في عرضه فور الإبلاغ بعد سواعته للإبلاغ في فبراير في 13/2 إن يجي تقرير الطبيب الشرعي بوجود شواهد لإصابات حديثة أو قديمة تنبئ عن صحة أقوال الطب، وده ما خلت منه الأوراق. وآسف برضه في اللي بتعرض له، تقرير الطبيب الشرعي بالصورة اللي جاءت بيها هو تقرير مقدور ناقص. يعني اسمحوا لي مع احترامي للمتواجدين ودون جرح لمشاعر المستمع، وقاعدة تم غالبا إما تتم والمجني عليه واقف أو تتم والمجني عليه نائما على بطن. ما ينفعش وأنا ببحث أقول هو طبيعي لكن في وضع السجود هناك اتساع في فتحة الشرع، وده كلام لا يتفق مع القواعد المستقرة عليها في الطب الشرعي. والشخص الطبيعي الكبير والصغير في وضع السجود وشدة العضلات وشدة الجسم في اتساع في فتحة الشرع. وشوفوا حضراتكم الطبيب الشرعي وكأنه يضع دليل الإدانة ويضع معها دليل البراءة، يقول إن اتساع فتحة الشرع دي ممكن تيجي بالعلاج، لكن لا تنهض دليلا على حدوث العلاج او حدوث الواقعه، ولها ظواهر اخرى مرضيه ممكن تؤدي الى اتساع فتحه الشرج دون علاج. وما تعلمناه وما علمتهن المحاكم ومحكمه النقض ان الشك ده مصدر دائما وابدا لمصلحه المتهم. عندي ظاهره اصابيه تيجي من علاج وتيجي من مرض، امشي في العلاج الغير مشهود عليه ازاي؟ مش قادر افهم. وقال حدد ومش عايز اكرر، قال لي انيميا والغدال الضعيف وارتخاء ومرض العضلات، وكل ده يعني اتساع في فتحه الشرج دون علاج. وبطرحه امام حضراتكم واللي اتعلمناه ان الاحكام الجنائيه تبنى على قطع ويقين وليس على شك ولا ترجيح. وده مش كلام، ده كلام حضراتكم وفكر حضراتكم وفكر محكمه النقض، أنه لابد أن يكون الدليل المطروح أمام المحكمة سند الإدانة دليلا قطعيا لا يتطرق إليه الشك. إنما لما أجي نقول والله الإصابة اللي في المبني عليه دي تنفع أن يضربه بسكينة وتنفع أن يقع على حجر، أعطي الضرب إزاي؟ وحضراتكم اللي علمتونا وقلتوا أن الدليل لابد أن يكون واضح الدلالة. فإذا كانت ظواهر مرضية كان على الطب الشرعي أن يحيل الصغير إلى إحدى المشافي المتخصصة أو المراكز المتخصصة لإجراء فحص طبي عليه وعلى العضلات وعلى الأنيميا لبيان ما إذا كانت يعاني من أي أمراض إصابية يمكن أن تؤدي إلى اتساع فتحة الشرج. ليس كما قال المدعين بالحق المدني أننا نتذرع أن المتهم في 80 من عمره
واجرى عمليه جراحه خطيره من عام 2014 بقلب مفتوح ومركب جهاز تنظيم ضربات وما يحصلوش انتصاب. ده مش حديث الدعوه. يعني اعلم تماما ان هناك فرق بين الرغبه والقدره. لكن السؤال ده اللي يحاول المدعين بالحق المدني المصادره، هل يستطيع المتهم في هذا السن المتقدمه 80 سنه مواليد 46، انا اعتذارا للسيدات الموجودين، يحصل له انتصاب بعلاج كامل لطفل صغير؟ ولو كان الواقع غير كده كان مفترض ان الصغير في اقواله يقول والله حط في منطقه العفه صباعه وجرحه، ما كانش كده. ودي مساله ما كانش القصد ان احنا نقدم التقرير ان نتنصر ونقول اكشفوا عليه هو ينفع يحصل له انتصاب او عدم. مش ابدا، مش ده الكلام. لكن حديث الدعوه لهذا المتهم طبيعه الحال في 80 من عمره، يمكن مدعين بالحق المدني يركزوا اكثر من مره في دفاعهم انه قاعد في السن في 80 من عمره، وانه ارتكب الجريمه وهو رجل على بينه وبين القبر خطوات. لكن لما يكون عندي خصوصيه معينه، انه عندي متهم التقرير بيقول ركب 6 شرايين واورده صناعيه في قلب مفتوح، والعمليه تمت في اسوان في 2014، وبعد ما عملها ركب جهاز جوه جسمه لتنظيم ضربات القلب عن انتصاب والانفعال الجسماني وارتفاع ضغط الدم يقضي على حياته. مش دي الواقعه اللي بالصوره دي انه تقدم بالشكل ده في واقع بيقول مش ان هناك استحاله، ان هناك عدم منطقيه في ارتكاب المتهم للواقع. افهم حضرتك واساتذتنا يتحسس الطاعن اللي ما يحصلوش انتعاش جسد طفله صغيره لاثاره شهواته، انما مساله الاله بالشكل اللي جاي ده وفي العمر ده محل نصر. يمكن النيابه العامه عانت في كل من سئل، القضيه دي اتسال فيها 10 افراد من مدرسه، المديره بتسعى وهتعرض لكل الاتفاق. عانت النيابه سنه ايه؟ سلوكه ايه؟ وانا مش دايما بحب اقول انا بشكر النيابه، لان انا اتعلمت من سنين طويله ان من لا يملك الذنب لا يملك الشيء. لكن هي الحقيقه النيابه كانت حصيفه، كانت عايزه توصل لوجه الحق. ليه؟ عشوائيا جابت ولي امرين، واحد مسيحي وواحد مسلم، وقالت لهم هاتوا ولاد، واستدعت طبيب ومصرفي في البلد سويدان ومحب، تعالى انت ابنك مع التلميذ، ايوه انا عايز ابنك، جاب ابنه وجه، والتاني جاب ابنه وجاب. سئل الاطفال تحديدا والاباء، هل ياسين ومعاك في الفصل توجع دكى اشتكى لك من اي تصرف غير طبيعي؟ الاجابه لا. انتوا عندكم مستر بيخش له، الطفلين قالوا والابين مفيش مستر، ده كلهم سيدات وبنات ومفيش رجاله بتخش لهم. طيب هل ابنك اشتكى لك ان هناك تحرش؟ النيابه كانت عايزه توصل للحق، لان لو في وقائع زي دي داخل المدرسه زي ما كان وقائع متكرره كانت هتبقى في مرمى الافصاح. هيجي اب يقول ده قالوا لي ده ابني حد لمسه، هيجي طفل يقول ده عمه حط ايده على جسمي، اي حديث. والنيابه العامه فاجئت التحقيق انها اختارت طفلين دون ان تخطئ احد محاضره الطفلين من الكشف اللي رايح لها. حديث في واقع الدعوه انه لا توجد حتى شواهد على حدوث تلك الواقعه، لا مع الطفل ولا مع اخرين. ويمكن يا فندم الاب والام دي مرحله لاحقه، لكن في الحضانه صغيره من كي 1 التلميذ زميلي اللي جنبي هو اقرب مني لانه معايا معاصرني، فلما اغيب من الفصل هرجع باكي او متخربش، هيسالني فيك ايه؟ لو بكيت هيقول لي بتبكي ليه؟ كان حديثا لابد ان يكون مطروحا متداولا على الحديث ده. ثم ان النيابه العامه طلبت التحقيق واجراء تحريات حول الواقع، فجاءت التحريات ان التحريات لم تتوصل الى حقيقه الواقع. وسئل الضابط الذي اجرى التحريات السيد العقيد او المقدم مصطفى الصرفي، واتسال في التحقيقات وقال ان تحرياته لم تتوصل الى حقيقه الواقع. احنا جايين النهارده بلا دليل سوى اقوالنا. ازيد حضراتكم ايضا النيابه بذلت جهدا مسمنا يسمي جهد النيابه العامه في استجلاء وجه الدعوه والحقيقه في الدعوه. مين ده؟ مطرانيه البحيره، هي مطرانيه البحيره ومطروح والخمس مدن الغربيه، ليبيا وتونس والجزائر والمغرب.
ودي مطرانيه، احدى المطرانيات بتسمى مطرانيه لان بيرقصها راجل دين اسمه المطران. وهذه المطرانيه تملك مشروعات غير هادفه للربح، مستوصفات ومستشفيات كالراعي الصالح في ارض هنجون، وكل اهل دمنهور فاهمين موجود مشروعات للمطرانيه. بما ان هذا العمل عمل خيري غير هادف للربح، المطرانيه بتعين مدير مالي بيكون هدفه عين المطران على المشاريع، بيمر مرور على المشاريع طول الشهر. فيروح مدرسه الكرمة اثنين وخميس، يروح مستشفى الراعي الصالح يوم الثلاث، يروح ملجأ الايتام يوم الاربع، حديث انه يتنقل ويكتب تقارير في نهايه الشهر المطران بالايرادات والمصروفات وصرف الحساب. بطبيعه الحال الراجل اللي زي ده ليس من ضمن العاملين بالمدرسه، لا له حضور وانصراف ولا بياخد مرتب من المدرسه ولا من المطرانيه متطوع. وبطبيعه الحال الراجل اللي زي ده بيجي في مواعيد مفاجاه احيانا للتفتيش على المدرسه. وصار حديث غريب انا مش فاهم ان منطقه الحضانه ورياض الاطفال مستقله عن المبنى الاداري، انه المبنى الاداري لا يدخل فيه على الاطلاق اي اطفال، وان الموظفين غير مسموح لهم حتى المدرسات من غير رياض الاطفال يخشوا منطقه رياض الاطفال. والكل اجمع هناك يوجد سور محصن ما بين منطقه الاداره اللي فيها النظره والمديره والنظره والوكيله والمدير المالي وبين منطقه رياض الاطفال، وفي ابواب فاصله ما حدش بيعدي يروح الناحيه الثانيه. سؤال المحكمه لا تسال، لو ان المتهم استخرج الطفل بمساعدة آخرين من الحصة كان واجبا عند سؤال المسؤولين عن رياض الأطفال أن يقرروا أن الطفل تم استدعائه للإدارة وخرج من الفصل ورجع بعد فترة، وده ما خلف من الفصل. ولما اتسألوا كلهم إجماعا، مش عايز أقول يعني، إيمان عبد الحميد وعلاء حسن طه وإستير مجدي مرد وهدى فؤاد وإسراء علي السيد ونرمين سمير ومدرس محمد عرفة بتاع رياض وامل شحاته وجميانه اجمعوا انه ما فيش رجال بيخشوا منطقه رياض الاطفال، وان المبنى الاداري مستقل، وان الراجل ده ما بيشوفوش، ما بيطلعش من مكتبه وبيجي الصبح وبينصرف الساعه 2 ولا يتعامل اطلاقا. وهم بعضهم قالوا ما نعرفوش شكلا، حديث يقطع وفد برضه بالعقل، وحد ما حدش ربنا طلع له بسلم، الناس عرفته بالعقل. انا عشان اتخيل تلميذ لابد ان اكون موجود في المرمى افهم مين عنده استعداد، لكن عشوائي كده هبعت التاجر ترمي اي عيل يصرخ عشان انا اعتدي عليه، ده كلام مش منطقي ولا محل له من الاعراب اطلاقا. وده اللي اجمع عليه 9 شهود بما فيهم وفاء العشر، وقالوا انه ما ينزلش من المبنى الاداري. وبعض العاملين من المدرسين والعاملات قالوا احنا ما نعرفوش شكلا، لكن بطبيعه الحال هو في مكتبه بيخش 8 ونص يمشي ساعه. تاكيد يا فندم في منطقه رياض الاطفال اللي ما بيخشهاش غير سيدات انسات او مدامات، والعاملات تلاحظوا ان العاملات سيدات والمدرسات سيدات، الوحيد اللي راجل مدرس التربيه الرياضيه. ولما اتسالت وفاء واتسالوا العاملين قالوا ما عندناش مستر في المنطقه دي، لكن اللي عندنا في المنطقه دي مسكات ومفيش مستر في كي جي 1. لكن طبعا حضراتكم عارفين ان التربيه الرياضيه بطبيعتها بتبقى مساله بدنيه، بيخرج مدرس تربيه رياضيه في الحوش، والمساله اللي حصلت كده. بطبيعه الحال لو انني سلمت نفسي لشهواتي وانا بيني وبين الاب خطوات، بيني وبين ربنا خطوه، مش هتكون دي الواقعه الوحيده، هتكون الواقعه دي متعدده. وشكاوى من اداره المدرسه لاداره المدرسه بوجود تحرش، كنت هتجدوا تحويل الملفات كثره، والشكاوى في مديريه التربيه والتعليم تنبئ ان المدرسه عليها على الكسر، وده بخالف منه الاول. وانا اسف في اللي هقوله واحتراما للمحكمه، كتير من اللي اتقال النهارده لا تحويها اوراق الدعوه، وكتير ما يتداول على القضيه لا تحويها اوراق الدعوه، واصل المديره جابت عصايه وتضرب عمه، الكلام ده مش عارف الكاب منين، مش موجود في القضيه. والعربيه الحمراء والعربيه الخضراء والجراج، القضيه ما فيهاش حديث على الاطلاق على هذا الامر. شوفوا حضراتكم محاوله الكيد للمدرسه والمتهم، ودي مساله تجاريه. مدرسه الكرمة اكبر مدرسه خاصه الضمان فيها 300 400 طالب. مدرسه الكرمة شوفوا حضراتكم هو دافع كام والده؟ مصاريف في كي جي 1 8000 جنيه، 10000 جنيه، وفي اعدادي وثانوي 18000 جنيه، لانها مدرسه هي غير هادفه للربح.
اصيبت المدارس الخاصه في البحيره في دمنهور تحديدا بالهلع، عندهم 1800 طالب ومحدش لاقي 300 طالب. الواقعه دي اتخذت ذريعه للاضرار بالمدرسه، وكتائب التاج تكتب ان المدرسه واسحبوا ملفات ولادكم، وهو ما يقطع بكيفيه تصعيد الدعوه على غير مقتضى. امر تاني، لما احاول انا اخلق لنفسي دليل واقول كذبا المتهم والمدرسه حاولت التصالح معي وانا بستشهد بكل من صفي عضو مجلس النواب رضا مسين، يبقى العمده عانت بكل كلمه قالتها والده الطفل وهي في التظلم بتقدم اشارت طلبت شهاده دول، خرجت تحريات وجت صفي قال ان المدرسه كلمتني ولا اعرف المدرسه ولا المتهم انا اعرفه ولا حد قال لي اصطلح. انا فوجئت رئيس مباحث بندر دمنهور بيكلمني قال لي في مشكله بين طالب وولي الامر ومدرسه الكهرباء، بما انك راجل معروف من اعيان البلد حل المشكله. جبتهم ورحنا لضابط المباحث وجاب المتهم قدامي استعداني وعرض المتهم على المجني عليه. اتعرف يا بابا على المتهم، قال الشاهد فشل الطالب ياسين في ان يتعرف على شخصيه. مش رحت رئيس المباحث قال لي مش هعمل لك محضر، مش رحت رئيس المباحث متواطئ مع المدرسه وقال لي مش هاخد منك بلاغ، ده تم عرض قانوني في حضور الصفي وليد الصف. لما اتسال قال تم قدامي وجابوا المدرس وعرضوه على الولد، هو ده يا ابني؟ لا مش هو، ما عرفتوش وما تعرفش. انا كرئيس مباحث لما يودوا قدامي واقعه كده والتلميذ مش عارف يتعرف وما عنديش شهود، اعمل بلاغ على ايه؟ قولوا حضراتكم مش لانه المساله ان هناك تعتيم ما حدش بيعتم على حد، ما احنا اهو في القفص اهو، ما احنا في القفص وبنتحاكم، ما فيش حد فوق المحكمه في مصر ولا فوق القانون، كل ينصاع امام القانون وامام المحكمه. لما يوصل ايضا عضو مجلس النواب وضع مذكره يقول لي حد طلب مني التواصل ولا المدرسه كلمتني ولا اعرف حد في المدرسه ولا المتهم مني طلب التصالح عشان ال 30 كيلو دهب و 145 جنيه اللي بيتقالوا، وانا فوجئت عشان انا عضو مجلس الشيوخ على الدايره حاولت اجيب اهل المجني عليه المطب فرفضوا وطلبوا السير في الاجراءات القضائيه واحترمت رغبتهم. لما يوصل رضا مسين يقول المدرسه لم تطلب مني، انما وليد الصف طلب مني بصفتي عضو في مجلس امناء المدرسه، وتواصلنا ورفض الاب التنازل عن البلاغ وابدى رغبته في السير في الاجراءات الجنائيه في الاجراءات القانونيه. هل هذا يمكن لا من قريب ولا من بعيد على اننا سعينا لتنازل عشان يحطوا على راسنا بطحه وكاننا نسعى للتصالح اقرارا ضمنيا بوجود خطا؟ الاجابه لا. طبعا يا فندم حضراتكم عارفين البلاد الصغيره زي طنطا وشبين الكوم ودمنهور وكفر الثوار وبني سويف الناس عارفه بعض واحنا اخوات عايشين من زمن طويل. وعايز اقول لحضراتكم انا بيني وبين ربنا خطوه، عندي ولاد واحفاد، لو تطرق الشك الى قلبي وعقلي ان الواقعه دي حصلت كده ما تجيليش الجراءه، لان كلنا هنقف في يوم المشهد العظيم يوم الحساب، لا واسطه ولا شفاعه، لا واسطه ولا شفاعه. عشان انا اجي النهارده ساعة الواقعه بهذا الصدد واقف اقول مساله في ربنا وفي ضمير وفي ناس. انا اقدم المتهم بايه؟ مش عايز اعيد، اقدمه بشهود مفيش شهود، اقدمه باقرار واعتراف مفيش اعتراف، اقدمه بتحريات لم تتوسط، اقدمه بتقرير طبيب شرعي يقول له جائز الحصول ومن انهض دليلا على حدوث الهي. ايه اللي تبقى ده؟ اقوال طبعا مش زي ما اتقال في امانه الدفاع ان اقتضي برفق لكل ادله الدعوه. السوشيال ميديا خربت البلد والنت اللي بيد الاطفال خرب البلد، وبقى الخيال واسع ومتسع وعدم وجود رقابه من الاهالي على التليفونات اللي في ايد الاطفال، ويقدر يخش على اليوتيوب ويخش على النت ويشوف لطفل لسه اخضر عضو اخضر. تلوثت العقول والكلام اللي بيتقال على لسان الاطفال ما كناش بنسمعه. ده حديث بطرحه برفق وسامحوني ورجعوني في تحقيق النيابه العامه لما فشلت في استجواب الطفل وامتنع عن الاجابه على اكثر من سؤال بدون مباشر. انا بطرح وبقول وانا بتعامل برفق، لكن ده اللي موجود في الورق. سيدي وكيل النيابه
لم يجيب امتنع عن الإجابة. وسألوا عدة أسئلة لم يجيب الطفل على الإطلاق، وكأن الأسئلة كانت مباغتة على غير ما كان في ذهن الطفل ليرضيه. واضح قدام حضراتكم. ثم من بعد السيدة رحاب لما تحصل الواقعة والولد يقول مروح متخربش وضربته وضربته، دي مستنيه بعد الواقعة ب 16 يوم تسالي ابنك انت بتخشش الحمام ليه؟ ما ابنك عندك في اجازه من الترم الاول في 28/12 وعلى اقوال الصغير جالك متخربش ومصاب. ده اول ما الاب ولي الامر يشوف تلميذه نازل من الباص بتاع المدرسه، ايه يا حبيبي ايه الخربوش ده جاي ليه؟ انت وشك احمر ليه؟ التعليم بتوجعك ليه؟ ده ابني ضرالي. ما كنتش محتاج ابدا ل 14 يناير عشان اقول الواقعه دي. ثم ايضا في حديث الدعوه السيده الاء السيده ندى اللي فوجئت انها داخله تشهد بعد سنه من البلاغ عن واقعه لم تكن مطروحه في الدعوه، وكأن من يباشر الدعوه شعر ان الدليل ضعيف هزيل فحاول تقويه الدليل بسماع ندى حاجه كلام غريب لا يتفق ولا يتسق لا مع عقل ولا منطق ولم تكن شهيده واقعه. واعود الى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم اذا رايت فاشهد والا فدع. لو كنا هنمشي الشهاده بالتسامع نسميه سميع. الشهاده ان يدرك الشاهد رؤى العين بالواقعه ادركها بحيث لا يختلف الانسان ان هناك دليل. انما مش قالوا لي وقلت له وشافوني وشفته وحسيته وبكى، ده كلام لان الادله ما بتمشيش ابدا لا على قرائن ولا على شواهد ولا على شكوك، انما على ادله قطعيه ترقى ان تقف في ظل النهر. وايضا للقاسي والتاني للحاضر والغائب مذكره النيابه 23/12 بأن وجه لإقامة الدعوة الجنائية قالت حديثا أن الدليل في الأوراق جاء قاصرا عاجزا عن بلوغ حد الكفاية في حالة المتهم بالمحاكمة الجنائية. ذلك أن الدليل في الأوراق اقتصر على شكوى المبني عليه والتي جاءت على عرض صور فوتوغرافية. ده اللي كنت عايز أتعرض. أنا لما أتعرض لواقع التحرش أخد أبويا وأمي وأروح على المدرسة هو ده الوحش، مش أخش على موقع المتهم مدرسة واطلع صور العاملين المنشوره اعرضها على ولد عنده 5 سنين يقول لي هو ده عمه. انا بس بطرح اللي موجود. وده اللي قالته المذكره ان ابلاغه ده لما قالوا خدوا اسمه من على اليافطه صبري كامل. وعايز اقول لحضراتكم والام قالت ما اعرفش اسمه بالكامل، واللي جاب اسم المتهم بالكامل هي مديره المدرسه. ولما يجي يقول والتي جاءت اقوال الام والاب تسامعا من نجلهما دون ابصار وما ثبت من تقرير طبيب الشرعي وهي علامات لا تنبئ بحد ذاتها ان العلاج ان على ثبوت الجريمه مما تنفرد معه اقوال المبني علينا دليل يشاركها وان تحريات المباحث لم تتوصل حقيقه الواقعه فضلا عن اعتصام المتهم بالانكار وعن كبر سنه وعن حالته المرضيه المترديه وعن اقوال شهود الواقعه وترى النيابه بان وجه اقامه الدعوه. مش كلام ده كلام النيابه. لذلك ليها وجهه نظر وبعد صدور قرار بان وجه ما جدش جديد عشان اقول يجوز العدول عن هذا القرار. يعني المسألة انك عشان تعدل عن القرار لان وجه مؤقت ان يتوصل الى الفاعل او تظهر لجهة التحقيق ادلة جديدة لو كانت متواجدة ما صدر قرار بان وجه. لكن اللي كان في التحقيق هو اللي في التحقيق اللي كان عطى امر وجه هو اللي وصلني لمحكمة ده حديث الدعوة وده واقع الدعوة وده اللي موجود قدام حضراتكم. يعني معلش النخوة والضمير ما طلعش واحد شاذ قال انا مش هشهد شهاده زور والحقيقه الواد ده خصب وانا هقول الحقيقه. اجماع على ان المتهم لا صله له بالواقع، واجماع على ان المتهم لم يكن في مكان الواقع، واجماع على ان المتهم لم يقارب المتهم المبني عليه، واجماع ان المتهم ما دخلش مكان رياض الاطفال، واجماع ان حمامات البيانات الاداريه مختلفه عن حمامات رياض الاطفال من جميع مسؤول بل على العكس ان المتهم مش معروف. السيد الرئيس حضرات المستشارين اعتذر لحضراتكم الا اكون اسات استخدام تعصبنا، لكن المحكمه وكل المحاكم عودتنا ان نقدم ما لدينا من دفاع، لان الفوز الفيصل ان الله يعمل بكم، مش حكم ظالم وحكم عادل، كل الاحكام عادله، في عرض ظالم وعرض عادل. وانا دايما بعترض لما اسمع جمله الحكم ده ظالم، مفيش حكم ظالم، كل الاحكام عادله، لكن العرض قد يكون ظالم.
والحكم ترجمة للعمل. ولذلك في هذه الجزئية أهلا بكم في قناة حكاوي الغلابة.